مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الفايش الصعيدي من قلب الصعيد بطريقته الأصلية، وهنعمل الخميرة بتاعته الطبيعية اللي هي خميرة الحمص، اللبن والحمص أو السمسم واللبن. دي خميرة أصلية بتخلي ريحته مميزة جدا وبيطلع معاكي ناجح من أول مرة هتعمليه. بس تابعيني لحد آخر الفيديو بكل تفاصيله. اول حاجه انا جايبه برطمانين ازاز مغسلاهم كويس جدا ومعقماهم، ومعايا سمسم مطحون او حمص مطحون براحتك، يعني حريه الاختيار ليكي. سمسم مطحون طحناه في الكبه او حمص مطحون تطحنيه في الكبه بالشكل ده. وكل برطمان بتحطي فيه معلقتين كبار هرميين، يعني شوفوا المعلقه مليانه على الاخر هرميه كده. تمام. حطيت في كل برطمان معلقتين كبار من الحمص المطحون او السمسم المطحون، الحمص اللي هو بتاع التسالي. تمام كده. وبعدين بقى بجيب الحليب مغلي، اللبن المغلي، وابتدي اشيله من على البوتاجاز على طول وهو مغلي، احط على طول في البرطمانات وهو سخن بالشكل ده. وبقلب بقى، علشان كده احنا بنحط ببرطمانات ازاز لان احنا بنحط اللبن سخن جدا. فانا عملت في برطمانين صغيرين، انت لو عندك برطمان كبير فتقدري عادي تعملي في برطمان واحد بس. واهم حاجة ان انا اغطيها كويس، هغطي الخميرة بتاعتي كويس جدا عشان تنجح معايا وتطلع الخميرة كويسة جدا. بقفل البرطمان كويس جدا، بتأكد ان انا قفلته، يعني بحبكه على الاخر كده. تمام جدا، انا قفلته كويس جدا. وبعدين بقى بجيب طبق فيه فوطة وهلفهم فيه، هلف كده الخميرة بتاعتي علشان تنجح معايا. بلفها واحطها في مكان دافي، في انقي اي مكان دافي عندي في المطبخ او في فرن البوتاجاز، في اي مكان دافي، واغطيها كمان. يعني انا غطيتها بالفوطة ورجعت غطيتها كمان بفوطة كمان وحطيتها في مكان دافي. فالخميرة بصراحة ما لحقتش معايا، يعني قبل 24 ساعة. يعني اي حد بيعمل خميرة الفاش بتقعد معاه 24 ساعة، قبل 24 ساعة بكتير كانت نجحت معايا. رحت شفت الخميرة لقيتها تمام جدا معايا بالشكل ده. وكمان بصراحة عشان احنا كمان يعني في الصيف فالجو دافي شوية، فهي ما خدتش معايا وقت، يعني خدت حوالي 17 ساعة. شوفوا كده الخميرة اول ما تلاقيها في مية من تحت واللبن طلع في النص كده ومن فوق زي فقاعات كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه، والمية فصلت كده عن اللبن، كده الخميرة تمام جدا معايا. بركنها على جنب بقى. وجبت كيلو من الدقيق نخلته. هنعمل كده الخميرة اللي هي التانية. انا جبت كيلو من الدقيق نخلته وابتديت بقى افتح البرطمانات هحطها معايا في الحلة. انا حبيت اعجن الخميرة التانية في حلة علشان اغطيها كويس. يعني احنا كده كمان بنتأكد الخطوة دي، ان احنا بنتأكد كمان الخميرة ناجحة معانا 100% ولا لا. شوفوا البرطمان انا بفتحه بالعافية، مش قادرة افتحه لاني كنت قافلاه كويس جدا. فاهم حاجة ان انت تقفلي عليها كويس جدا. شوفوا فعلا خطيرة جدا وناجحة جدا ان شاء الله. بس خليكي معايا لاخر الفيديو علشان انا قايله كل التفاصيل. لو انت اول مره هتعملي الفايش تابعيني لحد اخر الفيديو في التسويه المظبوطه والتحميص المظبوط وكل حاجه فيه، واي اسئله بتدور في دماغك انا هجاوب عليها في الفيديو. فمعلش هو الفيديو طويل شويه لان فيه كل التفاصيل عشان لو اول مره هتعمليه. طبعا انا البرطمانات فضيت الخميره، جبت شويه ميه دافيين وابتديت اغسل بيها البرطمانات واحطها في الحله برضو، شويه ميه صغيرين مش كتير. وبعدين بقى بدوب كده الخميره كلها مع بعض
والكيلو دقيق اللي انا نخلته هاخد منه نص كيلو. طبقين دول حوالي نص كيلو من الدقيق، وابتدي ارب العجينة بتاعتي مع الخميرة. جبت شوية مية دافيين كمان، احنا بنستخدم مية دافية، لازم تبقى معايا مية دافية عشان تساعد معايا في الاختمار. فدي مية دافية اللي انا بستخدمها. طبعا المية يعني احنا حسب الكمية وحسب العجينة اللي انت هتلاقيها في ايديكي. فانا بالنسبة لي عايزة العجينة تبقى طرية، يعني طرية مش قوي يعني، بس بالقوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي. كده تمام جدا. لو فيها اي زغمدة او اي حاجة تفكيها بايديكي لما تبقى بالشكل ده. شوفوا هي يعني اقل من نص الحلة، العجينة اقل من نص الحلة. بسويها وهغطيها واحطها كده جنبها الرخامة في المطبخ، بغطيها وهسيبها. هشوف بقى هي هتختمر معايا ولا ايه الاخبار. الله، يعني فعلا خطيرة جدا. شوفوا الخميرة بقت عاملة معايا ازاي. كده الخميرة ناجحة معايا 100%. هعمل بيها الفايش وانا مطمنة خالص ان هو هيطلع معايا ناجح وهش ودايب جدا. كده تمام. بنكمل بقى المقادير. معايا كيلو من الحليب الدافي، والباقي اللي يعني انا كنت ناخله كيلو دقيق وحطيت عليه 2 كيلو كمان، يبقى كده 2 كيلو ونص، والنص اللي هو اللي خمرنا بيه الخميرة يبقى كل المقادير 3 كيلو من الدقيق. وبجيب كوباية بحط فيها معلقة كبيرة من الكركم، وبحط عليه مية سخنة علشان الكركم اتأكد ان هو داب كويس جدا. كده تمام. بجيب بقى الطبق اللي انا هعجن فيه، بحط كوباية المية اللي عليها الكركم، وهحط الحليب دافي. اي مقادير بنستخدمها سوائل بتبقى دافية. واقلب بقى الكركم مع المية مع الحليب. انا طبعا ما حطيتش مية خالص غير هي كوباية المية بالكركم بس. وبحط نص كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من الملح، وادوبهم مع بعض. بعد ما دابوا كده معايا بنزل بالدقيق. دول 2 كيلو ونص دقيق غير النص الاولاني، يبقى بالظبط معايا 3 كيلو من الدقيق. بحط عليهم كيك شيف بس عشان يبقى محسن للدقيق، لان انا بستخدم دقيق يعني دقيق عادي اللي هو لجميع الاستخدامات. فانا قلت احط ده الدقيق يعني خلي الدقيق متحسن معايا كويس معايا. لكن عادي لو مش عايزه تحطيه ما تحطهوش. وقلبته مع الدقيق وهبتدي اعجن. جبت ميه دافيه يعني حوالي كوبايه ونص من الميه الدافيه. هبتدي اعجن بيها، وزي ما اتفقنا الميه مش شرط اساسي، ممكن تاخدي اقل او اكتر، فانتي حسب ما توصلي لقوام العجينه اللي احنا هنطلعه دلوقتي. انا بقى خلطت الدقيق كده وبعدين حطيت الخميره، العجينه بالخميره. شوفوا عامله ايه. الخميره ناجحه معايا 100%. فهتمشي معايا على الخطوات المظبوطه والطريقه المظبوطه وتتابع الفيديو بالتفصيل، هتنجح معاكي حتى لو اول مره هتعمليه، لاني جايبالك التسويه المظبوطه والتحميص المظبوط وكل التفاصيل فيه. انا فضلت اعجن فيها لحد ما الدقيق اختفى خالص بالشكل ده،
وبعدين جبت كوباية من السمنة، وابتديت بقى ايه احطها في الاخر كده واعجن والم فيها. وكمان السمنة هتلملي العجينة، يعني لو هي بتلزق شوية اول ما تحط السمنة وتقعدي تعجني فيها هتلاقيها لمت معاكي وبقت مرنة جدا وناعمة جدا بالشكل ده. فضلت اعجن فيها لحد ما السمنة اختفت معايا خالص. شوفوا ناعمة جدا ازاي كده، تمام جدا. انا كنت سايبة في الكوباية حوالي حبة صغيرين كده علشان احطهم من على الوش بالشكل ده، اسويهم واحطهم من على الوش كده، تمام جدا. بغطيها بقى وهسيبها لحد ما تختمر. طبعا انا غطيتها وشوفوا اختمرت معايا يعني اكتر من النص، لان العجينة كانت اقل من النص. وشوف العجينة اختمرت معايا لحد الاخر ازاي. ده كده دليل ان خميرتي ناجحة معايا، والفايش ان شاء الله ناجح معانا كويس جدا، واي حد هيعمل ان شاء الله هينجح معانا. بعد كده بقى بجيب الصواني دهنها بالسمنة، وابتدي ادهن ايديا بالسمنة برضو واصبع الفايش. لو انتي حابة تستخدمي زيت فعادي مفيش مشكلة، بس اهم حاجة ان انتي بتبقي دهنة الصينية كويس جدا. وكمان وانتي بتعملي الصوابع الفايش تكوني بتدهني ايديكي عشان ما تلزقش معاكي، وعشان في نفس الوقت ما يمسكش ببعضه، عشان الفايش لما تيجي تخلعيه عن بعضه يكون بيتخلع معاكي بكل سهولة بالشكل ده. ببقى مجهزة طبق فيه كده معلقة من السمنة، يعني هو مش بياخد كتير ولا حاجة، وادهن ايدي واصبع بالشكل ده. وبندهن الصواني زي ما اتفقنا. وما تخافيش لما بيجوا جنب بعض مش هيلزق ولا حاجة، بعد كده بيتفك. هصبعهم كلهم. ما تنسوناش بقى بلايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل كل فيديوهاتي الجديدة، وشير للفيديو عشان الكل يستفاد معاه. انا خلصت اول صينيتين. بعد ما بصبعهم بالشكل ده بدهن ايدي كده بالسمنة وادهنها وادهن الوش بتاعه عشان في التسوية يديني لون كويس. تدهنيها بايديكي بالشكل ده او بفرشة مفيش مشكلة. خلصت كل الكمية وسبتها لما اختمرت واتضاعف حجمها مرة كمان في الصواني، يعني احنا سبناها في الصواني اختمرت مرة تانية لحد ما اتضاعف حجمها بالشكل ده. شوفوا الفايش بقى مال الصينية، مع ان كان قليل خالص فيها اتضاعف حجمه ومال الصواني كده، تمام جدا. بدخله بقى على التسوية. شوفوا خطير جدا التسوية المظبوطة. انا ببقى مولعة الفرن فوق وتحت بالشكل ده، وبحط الصواني في الرف اللي من تحت، بس بتبقى النار على 150. واول ما يستوي من تحت بطلعه الدور التاني بالشكل ده فوق اديله لون، وكمان بحط الصواني الباقية اللي بعديها بالشكل ده، وهكذا. لو انتي البوتاجاز بتاعك مش بيشتغل فوق وتحت فمفيش مشكلة، شغلي الاول تحت، اول ما يستوي فوق ابقى ارجعي شغلي فوق، مفيش مشكلة. بعد ما استوى معانا شوفوا خد لون جميل جدا، وريحته صدقوني خطيرة جدا. فعلا ريحته بالخميرة دي بتبقى مميزة وليه طعم وريحة بشكل تاني. شوفوا اسفنجي جدا وهش خالص. ببتدي بقى افككه، بسيبه يبرد شوية في الصواني، يعني انا ما بقلبوش على طول كده، بسيبه يبرد شوية وبعد كده بقلبه وافككه بالشكل ده. بيتفك معانا بكل سهولة. هش جدا واسفنجي فعلا وخطير جدا، ولسه كمان لما نحمصه هيبقى خطير ودايب دوب. بفصصهم كلهم بالشكل ده. شوف بيتفصص معايا بكل سهولة. ما تنسوناش بقى بلايك للفيديو. يلا بقى اللي قاعد بيسمعني لحد دلوقتي يبقى يحط لي لايك للفيديو. اظن مفيش احسن من كده جمال. برصه كده كله في الصاجات او الصواني، برصه واحدة جنب واحدة بالشكل ده، وبدخله التحميص بقى
عشان يطلع معاكي. اهم حاجه في مرحله انا حاطه كمان شويه، يعني ده كل الكميه، وحاطه شويه راي لو حابين ناكله كده فبتحطيهم في كيس بلاستيك طري عادي. شوف انا وريتكم الفرن، النار هاديه خالص، يعني هاديه خالص خالص. اوطى حاجه موجوده عندك تحطيه فيها وترصي الصواني بالشكل ده وتقلبي لحد ما يتحمص معاكي ويبقى دايب بالشكل ده. اهم حاجه في التحميص ان انت تتابعيه ويبقى على نار هاديه خالص عشان يطلع معاكي دايب بالشكل ده وهش جدا. واتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وباي باي.